فيلمنا بيبدأ سنة 1250 قبل الميلاد في أواخر العصر البرونزي بمواجهة بين جيوش اليونان وجيش مملكة سيسلي، وبنشوف الملك أجامemnon رايح يقابل تريوبس ملك مملكة سيسلي آخر ممالك اليونان. وبنفهم إن أجامemnon كان حاكم مملكة مايسيني، بس دلوقتي استولى على معظم ممالك اليونان وضمهم لحكمه علشان يحاربوا تحت قيادته، وكان جايب جيشه لحد سيسلي يطلب من ملكها الاستسلام علشان يستولى على مملكته، وبكده يبقى سيطر على كل ممالك اليونان. بس تريوبس بيرفض وبيعرض على أجامemnon مبارزة بين أقوى مقاتل بين كل جيش، فبيوافق أجامemnon وبينادي تريوبس على أقوى محاربيه، وبيظهر محارب قوي وضخم جدا جاهز للقتال، وبينادي أجامemnon على أقوى محارب في ممالك اليونان المعروف باسم أكيلس العظيم، لكنه ما ظهرش، فبيبعت قائد الجيش طفل صغير علشان يناديه من المعسكر، فبيركب الطفل الحصان وبيوصل لخيمة أكيلس وبيلاقيه لسه نايم، فبيصحيه وبيقوله إن الملك مستنيه، فبيقوله أكيلس إنه هيشوفه عايز إيه الصبح، فبيقوله الطفل إن إحنا الصبح والجيش واقف مستنيه، فبيلبس أكيلس درعه وبياخد سيفه وبيركب حصانه، فبيسأله الطفل لو الكلام اللي بيتقال عليه صح، وإنه ابن الإله وإنه ما بيموتش ومفيش حد بيقدر عليه. فقال له أكيلس أنا لو مش بموت ما كنتش زمان لبست درعي وانا رايح احارب. وبيوصل أكيلس للملك أجامemnon في ساحة المعركة، وبيكون أجامemnon متعصب منه وبيقوله انه المفروض يقطع راسه بسبب اهماله، لكن المستشار بيترجاه يحارب وبيطلب منه يبص على الجنود اللي قدامه، وان كل جندي وراه زوجة وطفل مستنيينه، وانه ممكن يحافظ على حياتهم كلهم لو قتل راجل واحد بس. فبيرجع أكيلس وبيقرر يحاربه، وبيقول لأجامemnon المرة الجاية لما تقرر تحارب ابقى حارب لوحدك من غير جيشك. وبيبدأ يجري في اتجاه محارب العدو، لكن المحارب بيرمي الرمح ناحية أكيلس، بس بيصده أكيلس بالدرع بتاعه، لكن أكيلس بينط وبيغرس سيفه في رقبته وبينزل واقف، والمحارب بيقع ميت من وراه، وبينجح إنه يقتل أعظم محارب من جيش سيسلي بضربة سيف واحدة، وبينادي لو في حد تاني عايز يقتله، بس محدش بيظهر أو يتكلم. وبينبهر الملك تريوبس بقوة ومهارة أكيلس، وبيسأله على اسمه وبيقوله إنه هيفضل فاكره طول حياته، وبيديله صولجان المملكة طبقا للاتفاق والمعاهدة، وبيقوله اديه لملكك، فبيرفض أكيلس ياخد الصولجان منه وبيقوله إنه ملوش ملك. بعدها بنشوف حفلة كبيرة عاملها مانيليوس ملك سبارتا، وعازم فيها أمراء طروادة، هكتور أقوى محاربين طروادة وأخوه الصغير باريس المدلل، وكانوا بيعملوا معاهدة سلام مع الملك مانيليوس اللي بيكون أخو أجامemnon. وبعد الوليمة بنشوف الملك بيقضي وقته في شرب الخمر وملاطفة الجواري، وبتكون مراته الملكة هيلين قاعدة متضايقة وزهقانة، فبتطلع أوضتها، بس بيطلع باريس وراها وبيلاحظ هكتور إن في علاقة بين أخوه والملكة هيلين، وبيبان عليه القلق لأنه عارف خطورة الوضع ده. بعدها بنشوف باريس بيدخل أوضة هيلين وبيكون باين إنه بيحبها جدا، بس هيلين بتبقى خايفة من جوزها مانيليوس، فبيعرض عليها باريس إنها تهرب معاه، وبعدها بينزل من أوضتها وبيكون هكتور مستنيه، وبيفهمه إنه عارف إنه بيلعب مع زوجة الصياد، والصياد لو عرف هيرميهم من المركب ويغرقهم، فبيقوله باريس إن الصياد مشغول مع باقي السمك، وبيكون قصده على مانيليوس وإنه زير نساء ومش مهتم لا بمراته ولا بمملكته. فبيتكلم معاه هكتور بعنف وبيقوله إن مصلحة مملكتهم طروادة أهم من حبه لهيلين، وإنه هيقطع راسه لو تسبب في قطع معاهدة السلام اللي بينه وبين مانيليوس، وبيفكروا إن مانيليوس يبقى أخو أجامemnon اللي ممكن يدمر مملكتهم لأنه أصلا طمعان فيها، وبيتلكك وبيقوله يجهز لأنهم هيبحروا بالسفينة ويرجعوا طروادة. وتاني يوم وهم في طريقهم على السفينة بيسأل باريس أخوه هكتور لو كان بيحبه وهيحميه من أي عدو، فبيقوله هكتور إنه آخر مرة قال له الجملة دي كان سارق حصان أبوهم، وبيسأله عملت مصيبة إيه المرة دي، فبيطلب منه باريس ينزل معاه بطن السفينة، وبيوريله هيلين اللي هربت معاهم، وفي نفس الوقت بيكتشف مانيليوس اختفاء هيلين وبيدور عليها في كل مكان، وبيخنق الوصيفة بتاعتها علشان تعترف على مكانها، فبيعرف إنها هربت مع الطرواديين، وبيشهد على كلامها واحد من أصحاب السفن اللي في الميناء. فبيروح مانيليوس لأخوه أجامemnon وبيقوله إنه طول عمره كان بيحارب علشانه والمجد كله كان ليه، وإنه ما طلبش أي حاجة ليه، لكن المرة دي هيطلب منه يحارب علشان شرفه، وبيقوله أجامemnon إن شرف أخوه يبقى شرفه وشرف الإغريق كلهم، وبيوعده إنها هتكون
أكبر حروب التاريخ. وبنشوف على السفينة الأمير هكتور بيأمر البحارين يرجعوا تاني لسبارتا، بس باريس بيقوله أنت لو سلمت هيلين لمانيليوس أنا هسلم نفسي معاها. فبيقوله هكتور إنه لو مانيليوس لمحه بس هيقطع له راسه، فبيقوله إنه مش خايف منه. فبيتعصب هكتور وبيقول للبحارة يغيروا اتجاههم تاني ويرجعوا لطروادة. وبنشوف بعدها أجاممنون في واحد من أسوره في اليونان بيخطط لشن هجوم على طروادة، لكن المستشار بيحذره من قوة مملكة طروادة وحصنها المنيع اللي ما انهزمش أبدا في أي غزو، ولو اتحطت في حصار هتصمد حتى لو ل10 سنين. لكن أجاممنون الجشع كان عميق وكان حاطط طروادة في دماغه من زمان، فبيقول للمستشار إنه هيجيب أقوى المقاتلين وهيحضر أكبر جيش ممكن، وهيبدأ حرب كبيرة يفتكرها كل اللي هيجوا من بعده، وهتتحفر بحروف من ذهب في التاريخ. فالمستشار بيقول له انه لازم يستعين بأكيلس، لكن أجاممنون بيعترض وبيقول له انه ملوش أهمية وسط جيشه العظيم ومش هيصنع فرق كبير، خصوصا انه ملوش ولاء لوطن او لملك او حتى دين. فبيفكروا المستشار انهم مفيش معركة عرفوا يكسبوها من غيره، وانه لازم يقنعوا يحارب معاهم علشان يكسبوا الحرب دي. فبيقرروا يبعتوا له الملك أوديسيوس حاكم مملكة إثيكا علشان يقنع أكيلس، لأن أكيلس كان بيحب أوديسيوس جدا وبيحترمه. وفعلا بيروح له، وكان أكيلس بيدرب ابن عمه باتروكلوس على القتال واللي كان شبه أكيلس بشكل كبير، وبيطلب منه أوديسيوس يروح معاه الحرب وإنها هتكون أكبر حرب في التاريخ وإن اسمه هيتخلد لو شارك فيها. لكن أكيلس بيكون معترض على فكرة الحرب وشايف إنها هدر الحياة جنود على الفاضي، وإن شرف الملك ده ما يسواش إن كل الناس دي تموت علشانه. فبيقول له أوديسيوس إنهم هيبحروا كمان 3 أيام وعنده فرصة يفكر. فبيروح أكيلس لأمه وبيسألها عن رأيها، فبتقول له انت لو فضلت هنا هتتجوز بنت جميلة وهتخلف عيال وهيكبروا ويتجوزوا وهيستمر نسلك جيل بعد جيل، بس لو الجيل الأول هيفتكروا فالباقي هينساه واحدة واحدة، لكن لو راح الحرب اسمه هيتخلد في تاريخ العظماء وهينول المجد اللي بيحلم بيه، بس برضه لو قرر يروح احتمال يموت هناك. فبيقرر أكيلس انه يروح الحرب ويخلد اسمه في التاريخ. وبنروح بعدها لطروادة وبنشوف باريس وهيلين مع هكتور في الطريق للقصر الملكي، وبيستقبلهم أبوهم الملك برايم وبيرحب بهيلين. وبالليل بيحكي هكتور للملك اللي حصل وبيقول له إنها إرادة الآلهة وإن هيلين مش نازبة وخلاص لكنها غيرت حاجة في روحه. فبيقول له هكتور إنه بيفكر يبعت هيلين في سفينة لوحدها لمانيليوس. فبيقول له أبوه إنه لو عمل كده فأخوه باريس هيروح وراها وهيموت. فبيقول له هكتور إنه لو ما سلمهاش هتكون دي بداية الحرب خسرانة وإنهم مستحيل يتغلبوا عليهم. فبيقول له أبوه ثق في الآلهة وإننا في حمايتهم. فبيعتذر هكتور لأبوه بيقوله إنه مش هو اللي بيحارب ومش من حقه ياخد قرار مصيري زي ده لوحده. وبعد كام يوم بتدق أجراس الحرب في كل أنحاء طروادة، وبيشوف هكتور أسطول من مئات السفن عليها آلاف الجنود. ولما بتشوف هيلين جيش مانيليوس بتقول لباريس إنها ندمانة إنها هتكون سبب في موت رجال أبرياء. في الوقت ده بنشوف أهل طروادة بيستعدوا للحرب وبتتقفل أبواب المدينة، وبنشوف حصن طروادة المنيع وبيظهر هكتور مع فرقة من جيشه بره السور علشان يتصدوا للعدو ويحموا الأبرياء اللي لسه ما دخلوش المدينة. وبتكون مركب أكيلس أول مركب في المقدمة، وبسبب عدم انتمائه للجيش اليوناني بيحط شراع مركبته باللون الأسود. فبيتعصب أجاممنون لأنه سابقه والمفروض الملك يبقى في المقدمة. وبنشوف مركب أكيلس اللي عليها 50 جندي من أمهر مقاتلين اليونان وكلهم معتبرين أكيلس ملكهم. وبيشوف الأسطول مركب أكيلس وبيهتفوا باسمه وبيحيوه على شجاعته. فبيغير أجاممنون وبيقول لمستشاره إن لو أكيلس كسب أكتر من معركة بالشكل ده الناس هتفتكره هو الملك. وبيوصل أكيلس للشط أول واحد وبينزل هو وجنوده وبيقدروا يغلبوا أول دفعة من جيش طروادة اللي مستنياهم على الشط بسهولة. وبيستولى أكيلس على معبد الإله أبولو وبيؤمر رجالته ياخدوا كل حاجة. وبيوصل هكتور للمعبد وبيتسلل لوحده وبيخش الأكيلس وبيسأله عن سبب مشاركته في الحرب ضد طروادة. فبيقوله إنها
إنها تبقى أكبر حرب في التاريخ وإنه لازم يشارك فيها علشان اسمه يتخلد معاها. وبيحيي هيكتور على شجاعته لأنه تسلل للمعبد لوحده. وبيجي رجالته يحاصروا هيكتور، بس أكيلس بيأمرهم يسيبوه وبيقول له روح لمراتك وابنك واشبع منهم علشان بكرة مش هتشوفهم تاني. فبيستغرب قائد جنود أكيلس إن سابه يمشي، وكان ممكن يقتله بسهولة ويبقى قضى على أقوى محاربين طروادة في أول هجمة. فرد عليه أكيلس وقال له إنهم لسه في البداية ووقت قتل الأمراء لسه ما جاش. بعدها بينزل باقي الأسطول وبيعسكر بطول الشط، وبيدخل أكيلس خيمته وبيلاقي بنت جميلة، فبيقول له قائد جنوده إنهم لقوها في معبد أبولو وجابوها له تسلي وقته. بعدها بيتم استدعاء أكيلس لخيمة الملك، ولما بيوصل بيقول له الملك أجامemnon إنه عارف إنه دخل معاه الحرب علشان المجد كله يتنسب ليه لوحده، لكن التاريخ بيفتكر الملوك بس، أما الجنود أساميها بتتحفر على الرمل وبتتمحي من الذاكرة. وبيقول له إنه عارف إنه أخذ غنيمة من المعبد، فبيقول له أكيلس لو عايز الذهب خده. فبيقول له الملك إنه مش الذهب اللي هياخده، وبينادي على الحراس بصوت عالي، وبيشوف أكيلس بريسس اللي أخدوها من خيمته، فبيهدد الحراس وبيقول لهم سيبوها لو مش عايزين تموتوا دلوقتي. فبتقف بريسس وسطهم بشجاعة وبتقول إن محدش هيموت علشانها، وبتطلب من أكيلس يهدأ وإنها هتقعد بمزاجها. فبيهدأ أكيلس وبيشيل السيف، فبيضحك الملك وبيقول له إزاي أكيلس العظيم يسمع كلام أسيرة، وبيستفزه وبيقول له إنه هيخليها تحميه بالليل. فبيقول له أكيلس إنه هيقطع راسه بإيديه في يوم من الأيام، وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف بعدها الملك برايم في اجتماع مع مستشارين العرش بخصوص الحرب، وبنشوف قائد الجيش بيقول إن حصنهم قوي وأكيد هيكسبوا الحرب. فبيحكي زعيم الكهنة إن في 2 فلاحين شافوا نسر ماسك أفعى، ودي دلالة إن الآلهة في صفهم. فبيتعصب هيكتور وبيقول إن الآلهة مش هتحميهم ولا هتنفعهم، وبيحكي إنه شاف أكيلس بيكسر معبد الآلهة وما حصلهوش حاجة. فبيطلب منه والده يحترم رئيس الكهنة، لأن لولا توفيرهم للمياه بسبب نبوءته بالجفاف كانوا ماتوا من 3 سنين. فبيقوم باريس وبيقول إن محدش هيحارب، وإنه هيطلب مبارزة بينه وبين مانيليوس، واللي هيكسب منهم هيفوز بهيلين وجيشه هيتراجع. فبيتصدم الملك وهيكتور لأنهم عارفين مهارات باريس الضعيفة في القتال، بس باريس فضل مصمم. وبالليل بنشوف هيكتور بيتمشى في القصر وبيشوف حد متخفي، ولما بيجري وراه بيلاقيها هيلين وبيقول لها إن مانيليوس هيقتلها. وهيلين بتقول له إنها لو ماتت حتى أو بقت جارية أهون عليها من منظر الستات اللي في سنها وهم بيعيطوا وبيصيحوا على أزواجهم. فبيقول لها هيكتور إن محدش بيلومها، وإن أجامemnon مش جاية علشانها إنما علشان يسيطر على طروادة ويضمها لمملكته، وبيطلب منها ترجع لباريس علشان أكيد هيحتاجها قبل المبارزة. وبنشوف بعدها معسكر جيش أجامemnon، بيبقى أكيلس متضايق من الملك ورافض يحارب في معركة بكرة، لكن ابن عمه باتريكلوس معاه، واللي كان صغير ومتحمس جدا للحرب ونفسه اسمه يتكتب في التاريخ زي أكيلس. فبيقول له أكيلس إنه هيخليه يحارب مرة تاني وإن المعارك لسه كتير. تاني يوم بيجهز جيش طروادة للحرب، وبيخرج بره السور لمقابلة جيش أجامemnon اللي بيظهر من بعيد وبيكون كتير جدا، لدرجة إن ملك طروادة نظرته بتتحول من نظرة ثقة لنظرة خوف ورعب. وبنشوف باريس وهيكتور رايحين يقابلوا مانيليوس وأجامemnon، وبيعرض أجامemnon تسليم هيلين وطروادة وهيسيبهم عايشين وإن ده آخر كلام. فبيقوله باريس إنه عنده اقتراح تاني، وهو إنه يبارز مانيليوس، ولو كسب هياخد هيلين، ولو خسر هيسيبها له وينسحبوا من أرضهم. لكن أجامemnon بيرفض وبيقول إن العرض مش مناسبه. فبيتضايق أخوه بيقوله إنه هنا علشان ينتقم لشرفه وإنه نفسه يقتل باريس بنفسه. فبيقوله أجامemnon إنه مش هنا علشان شرفه لكن علشان يستولي على طروادة. فبيقوله مانيليوس إنه ممكن يهجم بالجيش بعد ما يقتل باريس، وبكده يبقى هما الاتنين حققوا هدفهم. فبيقتنع أجامemnon وبيجهز مانيليوس علشان مواجهة باريس، وبيكون الملك وهيلين بيتفرجوا على باريس وقلقانين، وبيظهر ضعف باريس قدام مانيليوس من أول ضربة. وقبل ما يقتله بيجري باريس ناحية هيكتور أخوه وبيمسك رجله. فبيتعصب مانيليوس وبيقول لهيلين إزاي سبتيني علشان تروحي الجبان زي ده. فبيقول هيكتور لمانيليوس إنه كسب والنزال انتهى، لكن مانيليوس اتعصب وكان عايز يقتل باريس وهجم عليه،
لكن قبل ما يقتله بيطلع هيكتور سيفه وبيقتله علشان ينقذ أخوه، وبيشوف أجامemnon أخوه هو بيموت قدام عينيه، وبيأمر الجنود بالهجوم وبيتصارع الجيشين مع بعض، وبيبقى أكيلس وجنوده بيتفرجوا على المعركة من بعيد، وبيشوف أكيلس ذكاء هيكتور وحكمته في قيادة جيشه على أرض المعركة، وقد إيه هو قوي وموهوب. وفعلا بينجح انه يجبر جيش أجامemnon على الانسحاب، وبيرجع أجامemnon يحرق جثة اخوه وعار الهزيمة باين على وشه. بعدها بيتكلم مع أوديسيوس وباقي المستشارين انه لازم يقنع أكيلس يرجع يحارب معاهم، لانه كل ما بيسيبهم بيخسروا المعركة، وبيقوله انه من غيره هيخسر الحرب لان معنويات الجنود ضعيفة وعايزين يرجعوا وطنهم ومحتاجين يشوفوا أكيلس معاهم. لكن أجامemnon بيقول ان أكيلس استحالة يوافق يرجع يحارب معاهم، فبيسألوا أوديسيوس عن البنت اللي أخدها منه، وبنشوف مجموعة جنود في المعسكر سكرانين وبيحتفوا براسس لبعض كأنها لعبة، وفجأة بيظهر أكيلس وبياخد السيخ وبيحرقه بيه في رقبته، وبيخاف باقي الجنود وبيسيبوه ياخد براسس. وبنشوفها بالليل وهي ماسكة خنجر وحطها على رقبة أكيلس، بس بيصحى من النوم وبيقول لها تقتله، فبتسأله لو كان ما بيخافش الموت، فقال لها إنه كده كده هيموت. وتاني يوم بيبلغ قائد جنود أكيلس إنه يطلع يقابل أوديسيوس، وكان أكيلس قاعد جنب بريسس وهي نايمة، وكان بيبص لها نظرة حب وبيكون أعجب بجمالها وبراءتها، وقرر إنه مش هيحارب تاني علشانها. بعدها بيطلع يشوف أوديسيوس اللي حاول يقنعه يحارب علشان اليونان، فبيقول له أكيلس إن اليونان موجودة من قبل ما يتولد، وإنها هتفضل موجودة وعظيمة حتى بعد ما يموت. فبيقول له أوديسيوس إنه مش لازم يحارب علشان الأرض، لكن يحارب علشان خايف من أجامemnon، وإنه لازم يخاف من حاجة أو من حد. فبيضحك أكيلس وبيقول له إنه مش خادم للملك ومش هيطيع أوامره، وإن المرة دي لازم يحارب لوحده، وبيمشي أوديسيوس وبيسيبه. وبنشوف ابن عم أكيلس اللي كان متضايق بعد ما ضاع أمله في المشاركة في حرب طروادة، وبيطلب يحارب مرة على الأقل، لكن أكيلس بيرفض وبيؤمر الجنود يحضروا السفينة علشان هيمشوا. بنرجع لطروادة وبنشوف الملك برايم بيتناقش مع الأمير هيكتور وباقي المستشارين في قرار شن الحرب على أجامemnon، علشان كان فرحان بانتصار هيكتور عليهم، فبيشجعوا باقي المستشارين وبيوافق الكل على الخروج للحرب إلا هيكتور اللي كان معترض وقال إن أكيلس وجنوده ما كانوش موجودين في آخر معركة، وده معناه إنهم على خلاف مع أجامemnon. لكن الملك بيرفض اقتراح هيكتور وبيؤمر بتجهيز الجيش، وبيكون شايف إن ده استغلال لفرصة إرهاق جيش أجامemnon. وبالليل بيتسلل جيش طروادة لمعسكر جيش أجامemnon وبيهجموا عليهم بكرات النار والأسهم وهم نايمين، وبيبدأ جيش اليونان إنه يطلع يواجه جيش طروادة. وبنشوف أكيلس ظهر فجأة وسط جنوده وهو لابس درعه وبيشجعهم على الخروج والقتال، لحد ما بيشوف هيكتور أكيلس وبيتقابلوا في حلقة من الجنود وبيتفرجوا عليهم وهم بيتبارزوا. وبيبدأ أكيلس في الهجوم على هيكتور وبيتشجع وبيهجم عليه وبيقتله، وبينصدم الجنود وهم شايفين أسطورتهم مات قدامهم، وبيكون هيكتور مش مصدق إنه قتل أكيلس بالسهولة دي، وبيشيل الخوذة من على راسه، بس بيتفاجئ إنه مش أكيلس، وبيقول له أوديسيوس إنه يبقى ابن عمه الصغير. وبيرجع رجالة أكيلس للمعسكر عند خيمته، وبيشوفهم أكيلس وهم لابسين الدروع ومعاهم السيوف، فبيقول لقائد الجنود إنه عصى أوامره وقاد الرجال للقتال من وراه. فقال له القائد إحنا افتكرناك أنت اللي قدتنا للحرب. فبيفهم أكيلس إنه يقصد باتروكلوس ابن عمه، وبيسأله عن مكانه وهو في حالة صدمة. فبيكمل القائد وبيقول له إنه كان لابس نفس درعك ونفس خوذتك، حتى كان بيتحرك زيك ونفس أسلوبك في القتال بالسيف. فبيعلي أكيلس صوته وبيفضل ينادي بهستيريا على ابن عمه. فبيقول له القائد إنه مات، وبيعرف إن هيكتور هو اللي قتله، فبيغضب وبيضربه وبيخنقه برجله وكان هيقتله. فبتطلع بريسس وبتترجى ما تقتلوش وما ينتقمش من هيكتور لأنه ابن عمها، وبتقوله إنه شخص كويس ونبيل. وبالليل بيحضر مراسم جنازة ابن عمه، وكان كل الجيش حاضر وعلى رأسهم أجامemnon اللي كان بيتكلم مع المستشار بتاعه وبيقول إن موت الطفل ده هيكون السبب في فوزهم بالحرب. بعدها بنشوف هيكتور في القلعة وبياخد مراته بيوريها ممر سري، وبيقول لها إنه لو مات تاخد أكبر عدد من أهل طروادة ويهربوا من هنا لأن طروادة مش هتصمد كتير. فبتعيط مراته وبتطلب منه ما يخرجش ويفضل معاها، لكن هيكتور بيقول لها إن مفيش مفر من الحرب. ومع شروق تاني يوم بيجهز أكيلس وبيلبس درعه وبيتحرك ناحية أسوار طروادة، وفي الوقت ده بيكون هيكتور بيجهز هو كمان ومستني وصول أكيلس. وبيوصل أكيلس
أكيليس وبينادي على هكتور بأعلى صوت قدام البوابات علشان ينزل يقاتله محارب لمحارب. فبيودع هكتور مراته وابنه وأبوه وأخوه، وبيبقى بيودعهم كأنه مش هيرجع تاني. وبينزل هكتور لأكيليس وبيقوله إنه كان فاكر إنه بيقتله هو وما كانش شايفه من تحت الخوذة، وإنه عمره ما كان هيقتل طفل. فبيقوله أكيليس اخرس وحارب. فبيوافق هكتور بس بشرط إن اللي يموت يتعمل له جنازة مناسبة. فبيقوله أكيليس إن مفيش شروط، وبدأ الهجوم عليه. وكان هكتور محارب قوي ومهاري، لكنه مش بقوة ومهارة أكيليس، بس بيقدر أكيليس يشتت انتباهه وبياخد رمحه وبيغرسه في كتفه. وبتنهار زوجته وهي شايفة جوزها بيموت قدام عينيها. بعدها أكيليس بيربط جثة هكتور في عجلته الحربية وبياخد جثمانه وبيرجع بيه المعسكر. ولما بيدخل خيمته بتنهار بريسس وبتفهم إنه قتل هكتور خلاص. وبالليل بيكون أكيليس قاعد في خيمته لوحده، وبيدخل عليه راجل عجوز متخفي وبيبوس ايده وبيقول له انه ابو الشاب اللي قتله النهارده. فبيتصدم أكيليس ان ملك طروادة بنفسه بيترجاه. فبيقوم أكيليس وبيقول له انه محترم شجاعته علشان عارف يجي لحد هنا. فبيقول له الملك انه بس عايز جثة ابنه علشان يقدم له جنازة محترمة، وكان منهار على موت ابنه البكر اللي كان خليفته في ورث العرش. فبيتأثر أكيليس وبيطلب منه يقابله بره بعد دقيقة. فبيطلع أكيليس وبيغطي جثة هكتور وبيعيط وبيطلب من هكتور يسامحه. فبيخرج الملك وبيلاقي جثة ابنه جاهزة على عربية حربية علشان ياخده ويمشي. وفجأة بيشوف بريسس قدامه اللي بتجري عليه أول ما بتشوفه وبتحضنه، وبيقول لها إنهم كانوا فاكرينها ماتت، وبيقول لها تيجي معاه. فبتبص لأكيليس فبيقول لها إنها حرة وتقدر تمشي مع عمها، وبيديها قلادة هكتور اللي كانت على رقبته لما مات، وبيعتذر لها عن أذيته. فبتضحك له وبتروح تركب مع عمها. وبيوعدهم أكيليس إن محدش هيعترض طريقهم وهم راجعين، وهيفضلوا في هدنة لمدة 21 يوم، واللي بتكون مدة مراسم الجنازة. ولما بيعرف الملك أجامemnon بالهدنة اللي عملها أكيليس من غير إذنه بيتعصب جدا وبيقسم إنه هيحرق طروادة بأهلها. وبنشوف أوديسيوس قاعد مع الجنود في معسكر الجيش، وكان في جندي جنبه بينحت تمثال لحصان صغير. وبتيجي لأوديسيوس فكرة عبقرية. بعدها بنشوف الجنود بتصنع حصان خشب كبير جدا وبيقرروا يبعتوه هدية لطروادة. وتاني يوم بنشوف ملك طروادة مع جنوده رايحين على الشط لما شافوا ان الجيش اختفى، وبيلاقوا تمثال الحصان الخشب وبيشوفوا العمال اللي بنوه ماتوا بسبب الطاعون. وبيقول كبير الكهنة ان دي لعنة من الآلهة على اليونان. وبيسأل الملك عن الحصان الضخم، فبيقولوا المستشار انهم عملوه كقربان للإله بوسايدون إله البحر علشان يرجعوا لوطنهم سالمين. فبيقول باريس انهم لازم يغرقوا التمثال ده. فبيقول قائد الجيش انه رأيه من رأي الامير باريس، وبيبقوا مستنيين الكلمة النهائية من الملك اللي بيقول انه مش مستعد يخسر ابن تاني، وبيأمرهم ياخدوا التمثال معاهم. وبيدخل الجنود التمثال الخشبي جوه الاسوار، وبيحتفل الناس بانسحاب اليونان. وبيجي الليل وبيخرج من الحصان الخشبي أكيليس وأوديسيوس وعدد من أمهر جنود اليونان بعد ما بقوا جوه حصن طروادة اللي ما كانوش يقدروا يدخلوه ولو بعد سنين لولا الطريقة دي. وبيسيطر الجنود على أبراج البوابات وبيفتحوها لباقي الجيش. وبيجري أكيليس ناحية قلعة الملك علشان يجيب بريسس. وبتيجي زوجة هكتور وهيلين وباريس ومجموعة من أهالي طروادة وبينزلوا في النفق السري اللي هكتور قال لها عليه. وبيودع باريس هيلين وبيقول لها إنه لازم يفضل مع أبوه اللي مش هيسيب المدينة مهما حصل. وبنشوف جيش اليونان بيقتل في السكان والكهنة وبيهدموا المعابد والتماثيل. وبيظهر الملك بسيفه وهو بيوبخهم على قتل الكهنة العزل وإنهم ما عندهمش شرف. فبيجي الملك أجامemnon من وراه وبيطعنه بالرمح في ظهره وبيقوله إنه طروادة انتهت. فبيترجى الملك وهو بيموت يسيب الأطفال والنساء الأبرياء. فبيقوله أجامemnon إن مفيش حد بريء وإن كلهم هيتحرقوا مع المدينة. وبيطعنوا تاني وبيموت الملك. وبنشوف باريس مع قائد الجيش علشان يتصدوا لليونانيين من الدخول لقلب القلعة الملكية. ولما دخلوا عليهم بدأ باريس يضرب عليهم استهام وبيقولوا القائد يهرب هو. فبيجري باريس يدور على بريسس وأبوه. وفي الوقت ده بتكون بريسس في المعبد بتترجى الآلهة تنهي الحرب. وبيجي أجامemnon من ظهرها وبيقول لها إنها كانت هتخسروا الحرب علشان لعبت في دماغ أكيليس وحبها. وقبل ما يقرب منها بتطلع بريسس خنجر من كمها وبتضربه في رقبته وبيموت. فبيهجم عليها الجنود
الجنود، بس بيدخل أكيلس في آخر لحظة وبيقتلهم كلهم وبياخد بريسس وبيخرجوا من المعبد، وبيشوفهم باريس وهم خارجين فبيرمي السهام على أكيلس علشان ينتقم لأخوه، وبتترجى بريسس إنه ما يقتلوش لكنه بيكمل ضربه بالسهام وعينه كلها غضب وجوع للانتقام، فبينهار أكيلس وبيبصله وبيحاول يصمد ويروح تجاهه علشان يقتله لكنه بينهار على الأرض، وبيطلب باريس من بريسس تيجي معاه علشان يهربوا، لكنها بتمسك في أكيلس وبتعيط على موته لأنها بتحبه، وبيطلب منها أكيلس تهرب لأن طروادة انتهت، فبترفض بريسس تسيبه، فبيقول لها إنها منحته السلام وقت الحرب ودلوقتي هيموت بسلام بسببها، وبيجي باريس يسحبها وهي منهارة وبيمشوا، وبنشوف اليونان سيطرت على مملكة طروادة بعد موت أجاميمنون اللي كان السبب في حرب كبيرة ضاع بسببها آلاف الأرواح البريئة علشان يرضوا جشعه للحكم والسيطرة، وبيهاجر آخر مجموعة من الطرواديين على أمل يلاقوا ملجأ ووطن جديد ليهم بقيادة الأمير باريس اللي انتقم لموت أخوه، وبنشوف مراسم جنازة أكيلس أعظم المحاربين وأقوى من أنجبت اليونان. وبكده بيكون خلص فيلمنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.